اجتماع من اجتماعات الكنيسة بيسألوا الخادم سؤال، بيقولوا ايه اكتر شخصية اتأثرت بيها في الكتاب المقدس؟ فرد الخادم ده وقال لهم شخصية أورية الحسي. طبعا كل الناس اللي موجودة في الاجتماع استغربوا من إجابة الخادم، وكانوا متوقعين إن الإجابة ممكن تكون شخصية موسى، شخصية داود، شخصية بولس، من الشخصيات المشهورة في الكتاب المقدس. فابتدوا يسألوه باستغراب، اشمعنى أورية الحسي؟ يعني ايه اللي جذبك في شخصية أورية الحسي؟ اوعدكم بعد الفيديو ده هتجروا سفر صموئيل الثاني اصحاح 11 وهتجروا قصة داود وبسشبع كأنكم اول مرة تجروها في حياتكم. هحكي لكم القصة من اولها. في البداية كان شعب بني اسرائيل في حالة حرب، وداود كان بيتمشى فوق سطح البيت بتاعه، وهو بيتمشى لجي واحدة بتستحم على سطح البيت بتاعها، والست دي كانت جميلة جدا. فللأسف داود الشيطان أغراه وراح سأل مين دي، فقالوا له دي بسشبع زوجة أورية الحسي. فراح بعت ناس جابتها، وللأسف داود غلط معاها وزنى. بعد شوية بسشبع بعتت للملك داود وبتقول له ان هي حامل. فابتدى داود يقلق، طب اتصرف ازاي، طب اعمل ايه؟ فالشيطان عطاله فكرة تانية، قال له ابعت هات أورية الحسي وخليه ينام مع مراته، وساعتها اي حد هيتوقع ان الولد ده ابنها، لكن لما يكون ابن أورية، لكن لما يكون زوجها في الحرب فدي هتبقى مشكلة كبيرة. فراح بالفعل بعت داود وراح جاب أورية الحسي، وابتدى يسأله عن سلامة الناس في الحرب، وقال له انك انت تعبت خالص في الحرب، روح بيتك، انزل الى بيتك واغسل رجليك. وبعت ناس ورا أورية عشان يتأكد ان هو راح البيت بتاعه، بس أورية ما عملش كده، ده جه قدام باب القصر بتاع داود ونام. فراح بعت جابه بيقول له انت ليه ما روحتش بيتك؟ يعني انا قلت لك روح ارتاح في بيتك. فراح رد عليه اجابه رائعه جدا، تعالوا نقراها مع بعض. قال له ايه؟ فقال أورية لداود ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. إزاي تابوت عهد ربنا ما يكونش موجود ونكون في حالة حرب وأنا آكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي؟ إزاي أعمل ده؟ تخيلوا إن أورية الحس ده شخصية رائعة، إزاي أعمل كده وقلب ربنا مش مرتاح عشان تابوت عهد الرب مش موجود. فراح داود قال له ايه؟ اقم هنا ايضا اليوم وغدا اطلقك، خليك بايت معايا النهارده وبكره هسيبك. طبعا داود اتاكد ان هو مش هيروح بيته، فجات له فكره تانية ان هو يشربه ويسكره وفي المساء يخليه يروح بيته. فبالفعل وكله وشربه خمره لحد ما سكر، وقال له يلا روح بيتك. فهو متخيل ان كده أورية الحسي هيستسلم وهيروح بيته، لكن أورية الحسي تخيلوا بعد ده كله ما يروحش بيته وما يعملش اي حاجة من اللي طلبها منه داود، تمام، ولجوه مضطجع عند عبيد سيده والى بيته لم ينزل. تخيلوا بقى واحد سكران مش حاسس بنفسه، وفي نفس الوقت عقله الباطني واخد قرار ان انا ما ينفعش اعمل كده، كل همي ان انا افرح قلب ربنا. في كل الاحداث اللي قريناها دي يا ترى شخصية أورية الحسي عجبتكم ولا لا؟ يا ترى كانت دي فكرتكم عن أورية الحسي ولا لا؟ دي الايام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، احنا عايشين في حالة حرب. الشيطان بيحاول بكل الطرق انه ينزع سلامنا، بيحاول بكل الطرق انه يخلينا نقع في الخطية، والشاطر اللي يقف ويقول له لا انا مش هعمل كده مهما كانت الشرور حواليا، انا هفرح قلب ربنا ومش هعمل اي خطية.